السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع لاباس، تكونوا كاع غايه وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. جيتكم اليوم بوصفه جديده، بسكوي غولي اسهل ما يكون. المقادير راح يكونوا بالملعقه، لا ميزان لا سيدي ذكري ولا اربع. وصفه سهله، كمبتدئه راح توجدوها وراح تنجح لكم من اول تجربه. وقبل ما نبداو كالعاده صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، وما تنساوش اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش اي حاجة نطلعها توصلكم. وملاحظة فقط بسيطة اللي تبعوني كي يكون عندكم اي سؤال بغيتو تسقسوني عليه، بوزوا لي هنا لي كاستيون هنا في لاشين. ما فهمتيش قال فوالا، انا نجم تم نرد لك ونعاونك. باغ كونطخ كاين اللي يخلوا لا فيديو لا شين هنايا ويبعثوا لي في البريفي. كي تبوزي لا كيستيون انا نعرفش شخص شا ما خصش، شاكم باغيين شا ماكمش باغيين. فوالا نتمنى تدوها بعين الاعتبار. نرجع لوصفتنا. بالنسبه للبسكوي عندي 6 بيض طلعتهم مع قرصه تاع ملح، طلعتهم حتى ولاو الثلج كيما هكا. دوك راح نزيد عليهم 6 مغارف تاع السكر، كل حبه بيض قابلها مغرف تاع السكر. انا راح ندير 6 مغارف سكر وراح نكمل الخلط بالضراب ولا بالخلاط الكهربائي. على كل هو عند هذا البسكوي درتو بنفس الطريقه تاع الطريقه الكلاسيكيه تاع لا جينواز، بصح هذا بسكوي غولي مختلف. هنا دوكا كي يرجع لي ميرانغ هذاك السكر راح نزيد عليه 6 مغارف تاع زيت، 6 مغارف تاع زيت ونكمل الخلط. تقولوا لي هنايا وين راه البيض وصفر البيض وين راه؟ ما درتيش، راح نديره انا برك بدلت في الطريقه. بعد ما خلطت الزيت راح ندير 6 مغارف ولا 6 ملاعق ماء عادي، ما سخون ما دافي ما بارد، ماء عادي من الحنفيه ولا. بعد ما خلطت الماء راح نبدا نضيف في هذاك الصفار تاع البيض، صفر ورا صفر، نخلط جيدا بلا ما ننساو مغرف تاع لافاني. عندي مغرف صغيره، ملعقه صغيره فانيليا. نخلط شويه باش تجانس برك الفانيليا ونحبس باش نبدا نضيف في الفارينه والكاكاو. انا حبست الخلاط تاعي وبديت نضيف في الفارينه. بالنسبه للفارينه بنات، دائما نقول لكم الفارينه كل نوعيه وكل وحده ونوعيه تاع الفارينه تاعها. انا هنا درت في الاول درت 6 ملاعق فارينه ودرت معاها كيس تاع خميره كيميائيه. كمبتدئه ما ديريش كيما انا، قسمي هذوك المقادير قسميهم. درت هنايا 3 مغارف تاع كاكاو، 3 ملاعق تاع كاكاو، كل واحده والنوعيه تاع الفارينه تاعها. باسكو انا بديت غير نزيد في الفارينه وحسيت الخليط تاعي مازال خفيف. طريقه الخلط راح تكون من الفوق للتحت حتى يتجانسوا الكاكاو والفارينه مع الخليط تاع البيض. وحاولوا تخلطوا غير بالعقل باش ما يطيحلكمش هذاك الحجم ولا المستوى اللي ديتوه تاع البيض. ملاحظه بخصوص الفرن، راح نروحوا نشعلوا الفرن ومن بعد نديروا الفارينه. قبل ما ديروا الفارينه شعلوا الفرن، عاد رجعي ديري الفارينه تاعك وكملي الخلط. فرغي الخلط في الصينيه، دخليه يطيب حوالي 12 دقيقه، ما تحلوش عليه قبل 10 دقائق. بعد 10 دقائق حلو عليه وطلع عليه، شوفيه اذا طاب حمري شويه من الفوق وخرجيه. ابخي ما نخرجوه راح نغطوه شويه ومن بعد نقلعوا بابي كويسون. هذاك لازم نديروا بابي كويسون، هي ماشي لازم ولكن من الافضل انكم ديروا بابي كويسون. راح نقلبوا انا فوالا هكا وديروا طرشونه. بما انه هذا بسكوي غولي هو سخون راح شويه دافي، راح نلمو هكذا باش يجيني غولي من بعد نخدمه. هنا بعد ما برد لي هذاك البسكوي، بالنسبه قبل ما ننسى، بالنسبه للصينيه اللي خدمت فيها انايا 40/50، ديروا في صينيه 40/50. انا زيرت عليه شويه هنايا على بها تقطع لي شويه برك. راح نشربوا بالسيرو، درت لكم وصفه تاع السيرو. 2 كيسان ماء مع السكر. كاين اللي يديروا 2 كيسان ماء بكاس سكر، انا ما نديرش هكا باش ما يجينيش البسكويت تاعي حلو بزاف. ندير 2 كيسان ماء مع 4 مغارف سكر. انا بعد ما شربته راح نحشيه بالغاناش. البنات ايماجينوا هذا غاناش بالماء،
خدمته بالماء برك. راح نحط لكم لا غوصه تاعه. على كل هنا حشيت وراح ندير مخصو تاع لي مخصو تاع البنان. حشوها باللي تبغوا غير بالكاناش وحده، تبغوا بلا شونتي، على كل احشو باللي عندكم. ما عندكم والو حشو غير بالشونتي، حشو بالكونفيتور، المهم دير وصفه وخلاص. وبنفس الكاناش هذاك انايا غلفتو بيه. هذا الكاناش اللي درتو تاع تغليف وتاع تغليف وحشو، غلفت بيه هذاك البسكويت تاعي. حاولت اني نتحفو ونطراسيه جيدا، حاولت فقط، انا ما كنتش بحريه ولكن بغيت هكا ندير شكل دوك تشوفوه. بعد ما تغلفوه بالكاناش هذا وتغطوه كامل، ديروه في الثلاجه غير من تحت برك يشد روحو حوالي ساعه هكذا، فقط ساعه برك باش يشد روحو مليح، وباش كي تقطعوه يكون شاد روحو. نتوما الديكوراسيون وطريقه التغليف تاعه ترجع لكم نتوما، كل واحد الذوق تاعو. انايا كملته وراح ندخلو للثلاجه يبرد كما قلت لكم باش نزينو من فوق، وراح نشوفه في التقديم. فوالا لي في كيفاش انايا ديكوريته. بالنسبه لهاد هاد الديكوراسيون درت شوكولا مع لا كريم فريش، ذوبتهم مليح مليح، ومن بعد درت بهم خطوط وزينتهم لي مورسو تاع البنان باسكو درت داخل ومن برا. وفوالا هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم، لا غرسه تاع اليوم. ما تنساوش ابوني موا، جيم بارطاجي. اي سؤال كيما وصيتكم البنات، اي سؤال بوزوه لي هنايا في العشان باش نعرف شاباغين، بيسكي راكم ترسلوا لي في البريفي ما عرفتكمش راكم باغين. كلي تقولي لي كديري لنا لي بسكوي رولي، كلي تقول ديري لنا كيك ديزاين، كلي تقول ديري تحليات، كلي تقول ديري لي بلا، كل واحده اش راهي تقول. ف اي سؤال اي استفسار ابحثوا لي في الخاص وحطوا لي هنا لي كاستيون تاعكم باش نعرف نوعيه الفيديوهات اللي تبغوهم نتوما. قال لي نقول لكم غير تهلاو في روحكم، تهلاو في والديكم. الى اللقاء، الى فيديو اخر. سلام. وما تنساوش ابوني موا.